صباح الخير. صباح الفل عليكم. صباح الشمس كده اللي طالعه منوره الدنيا كلها. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن صحه وباحسن حال يا رب العالمين. طبعا المكان ده او المنظر ده في بيتي من الناحيه التانية، مش ناحيه الشارع، ناحيه الجنينه. عاملين ايه؟ طمنونا عليكم. يا رب دايما تكونوا بخير يا رب وبصحه. شايفين الجمال؟ شايفين الخضره والزرع والحاجات الجميله؟ يعني فعلا المناظر دي تكفي ان هي تغير النفسية 180 درجة. قلت كده نصبع على بعض بالمناظر الحلوة دي كده اول ما نصحى، قبل اي حاجة وقبل ما نبدأ يومنا. صباحكم فل وصباحكم بلون الخضار الجميل ده. حبيبتي اللي سألتني عن الغسالة، انا غسالتي ايديال زانوسي. تمام. اللي سألتني عن الغسالة دي 8 كيلو. زي ما انتوا شايفين، لو واضح معاكم. سألتني قالت لي الغسالة بتاعتك يا أسماء كويسة ولا لأ؟ بصي يا حبيبتي، هي الغسالة كويسة ونفعاني جدا جدا. تمام. وبتوفر لي مجهود انا ممكن اعمله في ان انا اعصر الهدوم واغسل الهدوم واشطف الهدوم. نفعاني جدا. بس الغسالة دي بالنسبة لي انا ان انا عايشة في ارياف، وبالنسبة ان انا يعني فيها هلك كتير وتراب وطين والكلام ده كله عندي طول الوقت. فاللي هو ايه، انا كاسماء محتاجة الغسالة العادية اللي هي الغسالة بتاعت زمان، اللي تحط فيها الهدوم تطلع لكم بافتة كده. هي بتنضف وكويسة وزي الفل، بس الابيض يعني ايه ما بتطلعهوش بنفس درجة البياض اللي انت بتشوفيها في الغسالات العادية. لكن هي بتنضف، هي بتعصر، هي كويسة خالص. يعني انا عندي حافظات السجاد بحطها دايما فيها. الكوفرتا الكلام ده كله نفعني خالص. بس هي بالنسبة للناس اللي هي عايشة في ارياف زيي، والغيطان والزرع والطين والكلام ده كله، انا بحس ان انا محتاجة الغسالة العادية اكتر. لان هي ايه، زي ما بنقول كده بتنظف الهدوم بتخليها فل. لكن دي عايزه ناس اللي هي الموظفين اللي بيطلعوا اللي هو اخرها مثلا آه، يعني ايه هدومهم نظيفه، يا دوبك بس ريحه العرق بتغير الريحه، بتنظف الهدوم لو كانت بسيطه. تمام. لان انا بفكر طول الوقت ان انا لازم يعني اجيب غساله عاديه تاني. انا ممكن اقول ايه، اجيب غساله عاديه اغسل فيها الهدوم تطلع الهدوم بافتة وزي الفل، واخدها اعصرها واشطفها هنا. لكن هي الغساله كويسه ماشيه معايا، يعني نافعاني خالص. شايله عني كتير، بدل ما هغسل وهعصر وهشطف والكلام ده كله. هتقولي طب ما انت لسه بتقولي عايزه غساله عاديه. انا عايزه غساله عاديه لان انا احب اشوف ان الهدوم مزهزهه معايا. لان بحس ان الغسالات العاديه بتخلي ممكن الفانيله بتاعت جوزك دي تقعد معاك 10 سنين من كتر ما انت شايفاها بيضه ونظيفه. لكن الغسالات دي مع الوقت بحس الهدوم مصفرة فيها. الهدوم بدأت كده مش شايفه فيها الريحه والنظافه اللي انا بلاقيها في الغسالات العاديه. لكن هي الغساله ماشيه ومؤديه الغرض وتمام. زي ما بقولك، لو انت عايشه ايه اولادك مفيش لعب، مفيش مثلا تراب، مفيش طين، اللي هو الهدوم بتيجي تتغسل كده، تمام هاتيها. هتساعدك، هتنفعك، هتشيل عنك كتير خالص، ولا لسه هتعصر ولا تشطف الكلام ده. هتلاقيها معاكي زي الفل. فدي بالنسبة لرأيي عن الغسالة، سواء بقى زانوسي، سواء يونيفرسال، ايا كان ال اللهم صل على النبي، ايا كان نوع الغسالة اللي انت هتجيبيها.
طبعا الغسالة دي اوتوماتيك كاملة، فبيبقى تكون ليها مسحوق كامل، لكن الغسالة اللي فوق اوتوماتيك بيكون اي مسحوق بينفع فيها. لو حبيبتي عايز تسأليني في نقطة معينة بخصوص الغسالة اكتبيلي في الكومنتات وانا هرد عليكي. المكنسة والشرشوبة بتوعتي ونزلت على تحت علشان اشوف البيت عايز ايه وعايز يتنضف ويترتب، والسجاد عايز يتشال ويتكنس مكانه، فالله المستعان. طبعا هنا البيت على شارع تمام، والتراب والسجادة عايزة كل شوية تتغسل وتتنضف وتتمسح كويس وحواليها وكده. البيت طبعا زي ما انتم شايفين تحسوا ان هو منظره كده، لان هو عايز يدهن وش بوهية جديد فيكون نضيف وزي الفل. احنا يعني طول الليل سهرتنا في المكان ده، بنقعد بقى زي ما انتم شايفين مكان السجادة لب والتلفزيون قدامنا، بنسمع مسلسلات قديمة بعد ما الاولاد يخلصوا مذاكرة ولا كده، فبنبدأ ان احنا ايه نتلم كده كلنا ونقعد مع بعض بقى، فشار رمان جوافة الموجود، لب زي ما شفتوا امبارح البطاطا، فبنفضل ايه زي ما احنا كده نفضل نتسلى كده اخرنا الساعة 9 مثلا في ايام المدارس او 10، وبعد كده بنطلع الاولاد بتطلع تنام واحنا بنشوف حالنا طبعا. وابن الصغير انا هو اللي بينيمني مش انا اللي بنيمه، فالله المستعان ربنا يعيننا يا رب ويقوينا جميعا. هبدأ ان انا كده اشيل السجادة واكنس تحتيها وامسح الارض واشيل الحصيرة اللي هناك وانضف كويس جدا وارتب واشيل التراب، لان التراب زي ما انتم شايفين كده عندي الباب مفتوح على الشارع على طول، فالتراب عندي بكميات رهيبة، اللي هو كأني بحد بيجيب كده تراب ويدخله على البيت على طول، لان عندي البيت على الشارع مباشرة، يعني مفيش فاصل بينه وبين البيت. لو مثلا البيت مش لجوه شويه مثلا، فاللي هو التراب بالتكاتك اللي معديه والعربيات اللي معديه كلها زي ما بتقول ايه بتنشب كده التراب على البيت عندي جوه. كمان الاوضه هنا عايزه تترتب وعايزه تتنضف، معرفش الاضاءه، معلش الاضاءه هنا مش كويسه، كل ده عايز يتنضف ويترتب، فالله المستعان كل ده ان شاء الله ينضف معايا ويكون تمام وزي الفل. فكره ان احنا ندهن، يعني انا الشقه هنا او البيت هنا مدهون بقاله حوالي يعني 17 سنة مثلا، ف وكان مدهون اللي هو ايه اللي هو اللهم صل على النبي اللهم ذكرني، مدهون اللي هو بلاستيك اللي هو درجة أولى، فعلشان كده طبعا مع الوقت والأولاد شايفين أولاد رسمين على الحيطان، فإن شاء الله بإذن الله قريب البيت ده هيدهن وش بوه يعني جديد، وإن شاء الله هيكون معانا زي الفل. ده بيوتنا البسيطة بتاعت زمان، بتاعت أمهاتنا وبتاعت حماتي وبتاعت حماية ربنا يرحمهم يا رب ويغفر لهم. دي حياتنا البسيطة زي ما انتوا شايفينها معانا كده، من غير زواق ومن غير مش بجيب لكم حاجة غير الواقع اللي انا عايشة فيه، فربنا يا رب يبارك لنا في بيوتنا. مش مشكلة البيوت تكون معمولة ازاي، المهم تكون الراحة والرضا بالحياة اللي انت عايشاها، ده اهم شيء. هنا الحوض تحت برضو عليه طبقين كده وكذا حاجه، انتوا بصوا التراب اصلا اللي موجود على الحوض، تحسوا ان يعني انا اكتر حاجه تعباني في البيت هنا موضوع التراب، فبرضو هغسل الطبقين دول كده باذن الله. دي الاوضه يا حبايبي اللي احنا بنقعد فيها، اللي نظفناها مع بعض، اللي بنقيد فيها نار، وانا عندي هنا تلفزيوني، عندي هنا فرنين، فرن بره والفرن دي، الفرن دي لما بنكون قاعدين هنا بنفضل بقى ايه نشوي فيها ذرة مشوي، نشوي فيها بطاطا، قاعدين مثلا بناكل ونسخن عيش عليها نحمصه كده واحنا بناكل. فبصوا مش مشكلة يعني المهم الرضا، مادام انت راضية بحياتك، الحياة مش مستاهلة ان احنا نزعل من بعض، ان احنا نتضايق من بعض، ان حد يبيت حد متضايق او زعلان او مكتئب، والله الحياة مش مستاهلة. بنكون قاعدين في مكان واحد وفي وسط بعض، وفي لمح البصر بني ادم كأنه ملهوش وجود في الدنيا. الحياة مش مستاهلة، والله ما مستاهلة ان حد يبغض على حد او حد يكره حد او حد يحسد حد. عيشوا يومكم بيومكم وزي ما بيقولوا اتقوا يوم ترجعون فيه الى الله. الحياة مش مستاهلة غير ان احنا نعيش يومنا في سعادة وفي رضا وفي راحة بال. ربنا يجعل يا رب ايامنا كلها مع بعض سعادة ورضا وراحة بال يا رب العالمين. هنا طبعا حطيت الغلة كده للحمام، وطبعا اللي هو انا مش بدخل علشان اشوف بيض، لاني زي ما قلت لكم موضوع القطط وكده، فسلمت امر لله. ولا عارفه طبعا امشي القطط من البيت، وطبعا ما ينفعش حرام عليا ان انا مثلا اسمهم او اموتهم، والله برب لله وتعالى، فربنا بقى ايه يكرمنا بقى من عنده. هم بدأوا ان هم ايه
علشان القطط بدأ ان هم يعملوا عشش هنا فوق الحيطة، بحيث ان القطط ما توصلش ليهم. فالله المستعان بقى. عايزه كمان اجيب شويه فراخ وشويه بط قبل رمضان، لان انا خلصت خالص، ما عنديش فراخ خالص غير 4 فرخات بس، لان انا كنت بدبح منهم دايما. بصوا ما عنديش غير دول، اللي هو ايه حاجه بسيطه خالص كده، قلت اسيبهم علشان يبيضوا. بس لازم عندي قبل رمضان ان انا اجيب فراخ وبط، علشان انا ما عنديش غير 4 فرخات، قلت اسيبهم كده يبيضوا علشان احنا طول رمضان يعني ايه حاجة البيت والخير اللي موجود في البيت ده هو اللي بينفع. على اساس اني طبعا الحاجة غليت، الفراخ البيضة بكام واللحمة بكام، فالناس دلوقتي مش مكفية بيوتها في السكر وفي الرز وفي الغلا ده، فما بالك بقى الواحد لما بيكون الحاجة موجودة عنده في البيت، الخضار واللحمة والكلام ده الفراخ والبط والحمام والكلام ده موجود في البيت، بيساعد وبيغني كتير في الظروف اللي احنا فيها. فالله المستعان، ربنا يا رب يعيننا ويقوينا ويجعل بيوتنا دايما مليانة بالخير يا رب العالمين. الاولاد طبعا راحوا المدرسة، وانا قلت ايه اشوف يومي هيمشي ازاي. فطرت الفراخ، فطرت الحمام، حطيت دورة غسيل في الغسالة ونشرت دورة غسيل. والنهاردة زي ما انتم شايفين، شفتوا معايا المشتريات في الفيديو اللي فاتت، النهاردة لا هعمل عدس لا هعمل نابت بإذن الله. انا لسه مش عارفة هعمل ايه الغدا، بس باذن الله يعني العدس اللي نابت. امبارح جوزي جاب لنا فراخ مشويه، فيوم كده ويوم كده وبتتقضى، والحمد لله وفضل ونعمه من ربنا. بعد كده عندي لبن هنا عايزه اغليه، لان انا بجيب ال2 كيلو او ال2 كيلو ونص كده على بعض. طبعا خلصت من تحت، طلعت عيني اطلع فوق على المنظر اللي انتوا شايفينه، طبعا على الرخامه، على حاجات عايزه تترتب، والبوتاجاز، كميه المواعين هيئت. واقول انا ما صدقت خلصت تحت مثلا وهطلع فوق. والله ربنا بيعين، يعني ربنا بيساعد لما تحسي ان الحمل حملك والشيله شيلتك، خلاص اللي هو مفيش مفر. وطبعا اللي ما عندهاش بنات زي حالاتي كده، فربنا يعينها يا رب ويقويها يا رب العالمين. هو ده حال الدنيا، نصيبنا كده بقى الحمد لله. فعلا يمكن وجود البنت كان هيفرق معايا في حياتي، كانت هتساعدني، لان الاولاد اخرهم يفرشوا الملايه اللي كانوا نايمين عليها، يعملوا اللي هو بصوا اخرهم يدخلوا الكوبايه اللي شربوا فيها. لكن توضيب والكلام ده كله انا مش عارفه اعلم عيالي بصراحه ان هم يعملوا كده، او هو مش غلط ومش عيب، بس اللي هو ايه الاولاد مش بتعرفوا تتحكموا فيهم زي البنات. فربنا يعيننا يا رب ويقوينا ويخليهم لنا يا رب ويبارك لنا فيهم. انا عايزه اقول لكم ان مهما كان حال بيتكم اكتر من كده بكتير، ان والله ابدأي كده وقومي وتشجعي وتنشطي، وان شاء الله هتقدري تعملي كل حاجه، وكل حاجه هتكون معاكي تمام وزي الفل. يعني زي ما انتوا شايفين البوتاجاز بتاعي عامل ازاي، مكان القهوه اللي كل يوم بتدلق مني، اللي هو يا دوبك كده قاعد الظهر كده الناحيه التانية علشان اغسل طبق، الاقي القهوه اتدلقت مني. هنا كنت مقشره بطاطس للاولاد علشان عملت لهم سندوتشات. فالله المستعان. طبعا كميه المواعين دي من امبارح لان انا ما غسلتش. هنا محتار عايزه اطلع النابت اعمله او العدس، مش عارفه والله، بس بيني وبينكم اللي هو ايه طلع في دماغي سيبك من كل ده وهاتيلك الملوحه، لان امبارح بعد ما قلت لكم ان انا هاكل ملوحه وكده، جوزي جاب فراخ مشويه وقال لي الضغط هيعلى عليك ومش عارفه ايه، سيبك من الملوحه وايه وتعالي ناكل. فسبت الملوحه مع ان على عيني والله ان انا اسيبها. ده بقى مكان السلطه اللي زادت من الفراخ امبارح والجبنه والحاجات دي. بص والله انا حاساها بتناديني وبتقولي يلا كليني. لك الحمد لله، استعنت بالله كده وتوكلت على الله، وقلت يلا يا اسماء كده شد حيلك وما تكسليش، وقومي كده على المواعين. صليت على النبي وقلت لا حول ولا قوه الا بالله، وقمت الحمد لله خلصتهم. يبانوا قدامكم ان هم قليلين، لكن في اطباق كتير حطاهم فوق بعض، بس الحمد لله خلصت كده. البوتاجاز لينته عندي علشان كان في مكان قهوه ومكان لبن مدلوق، فلينته كده بشويه ميه وببريل. والحوض زي ما انتوا شايفين معايا نضيف وزي الفل، الحمد لله الحمد لله.
هتكسلي هتدخلي تحت البطانيه وتمسكي الموبايل، يبقى مش هتخلصي حاجه. استعيني كده بالله وتوكلي على الله وقومي، لان الحاجه اللي هنسيبها محدش هيعملها مكاننا. انا دايما ده المثل اللي صبرني، هسيبه يومين، هسيبه 3، هسيبه 4، هيتركم على مين غيري؟ فلازم اقوم كده اول باول واخلص. الحمد لله هو مجهود طبعا كتير عليا، وبيضغط على دراعي وبيخلي دراعي يتعبني جدا، لان انا عندي مشكله في دراعي لما بعمل مجهود زياده عن اللزوم بيتعبني. بس اهو بنتوكل على الله وبنخلص، ولما بتخلصي بتحسي ان انت مرتاحه. الحمد لله كده. اسيب البوتاجاز يلين معايا 5 دقايق، وبعد كده اغسله وابدا ان شاء الله اعمل في الغدا. يلا قومي يا حبيبتي انتوا، هي كده اللي عندك كده كام طبق في الحوض، قومي استعيني بالله كده واغسليهم، وهتحسي ان يا سلام المطبخ نضف. مادام الحوض كده نضيف تحسي ان انت بتعملي الغدا، وبتعملي حتى فنجان قهوه شويه شاي بلبن كده ايه بنفس وانت بتعمليهم. ربنا يا رب يدينا الصحه كلنا يا رب، وما يحرم حد ابدا من نعمه الصحه. طبعا انا بسابق الوقت علشان الحق ابني قبل ما يصحى، وزي ما انتوا سامعين وطبعا الصوت اللي عامله فايه الحمد لله كده خلصت. اجري عليه كده ااكله وانيمه واشوف ايه ورايا تاني. غسلت البوتاجاز، رصيت كده المواعين كلها اللي كانت موجوده قدامكم على الرخامه، رصيتها كلها كده في المطبقيه، واللي عايز يتحط في المطبخ حطيته. والمطبقيه دي انا عايزه اشيلها من هنا، وابدا ان انا احط كل العلب دي والحاجات دي اللي انا حاطه فيها التوابل. طبعا دي كلها علب برطمانات وصلصه فاضيه، كلها احطها في التربو عندي كده في درج التربو، واشيل المطبقيه دي خالص، لان انا حاساها ان هي واخده حيز من مكان، وفي نفس الوقت شكلها ايه مش كويس، مع انها هي لمالي ومرتبالي كل الحاجات بتاعه التربو. يعني انا ال الدرج التاني ده حاطه فيه الحاجات اللي انا مش بستخدمها، زي الحلبه، زي اليانسون، زي توابل الفراخ، الحاجات اللي بستخدمها كل فين وفين لما باجي اتبل فراخ او كده. لكن اللي هو اللي من تحت ده حاطه فيه الفلفل الاسود، الكمون، الكزبره الناشفه، الملح، الحاجات اللي انا طول الوقت بستخدمها. تمام. فهنا كده ظبطت الرخامه بتاعتي، وهنا طلعت العدس وطلعت الحاجه اللي انا هعمل بيها العدس. طلعت البصل وحطيت فلفل، لان انا بحب احط فلفل خالص للعدس، وطلعت طماطميتين، وطلعت كده برطمان العدس. تمام. ونص الليمونه دي انا دايما بستخدمها بدعك بيها ايديا بعد ما بخلص مواعين. واي واحده فيكم يعني عندها ريحه العرق بتكون يعني شديده او كده، او مش شديده، لو مش بتحب ريحه العرق بفص نص ليمونه كده ودعاكي بيه تحت دراعك، هتقعدي يومين 3 مفيش اي ريحه عرق خالص. انا دايما بعمل الحركه دي وفعلا ما بتخليش ريحه عرق خالص. فطلعت كده حاجه الغداء اللي انا عايزه اعملها. غسلت البوتاجاز، الكنكه دايما حطها في البوتاجاز كده علشان لو بعمل شاي او اي حاجه. الحوض عندي نضيف وزي الفل زي ما انتم شايفين معايا كده. غسلت السيراميك اللي حوالين المطبخ كله، والحمد لله الحمد لله كده. ايه سايبه الغساله برضو بتاخد دوره غسيل تاني كده بعد ما اولادي رجعوا من المدرسه. والحمد لله كده فضل ونعمه من ربنا. لما مطبخك يكون نظيف بتحس ان الشقه كده كلها نظيفه. طبعا مش المطبخ بس، المطبخ والحمام، فربنا يعيننا ويقدرنا جميعا يا رب العالمين. طبعا العدس عملته معاكم كذا مره في القناه، هو مش محتاج ان انا اصوره، يا دوبك بغسل عدس وبعد كده بحطه في حله فيها ميه، بحط الطماطم وبقشر البصل وبحط قرن الفلفل. بعد كده بضربهم في الخلاط او في الكبه او بهرسهم، وبعد كده بطش لهم طشه بتوم. طبعا في ناس بتحط شعريه، في ناس بتحط رز، في ناس بتعمل بصل، دي كلها اذواق زي ما بيتك واولادك بيحبوا. اترككم في رعايه الله وامنه، ويا رب الفيديو النهارده يكون كده خفيف على قلوبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.